الرجاء جمهورها راس مالها. يو السلام عليكم محجاد، كيف راكم؟ مزيانين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو. هذا عاوتاني جينا باش نفرعوا لكم راسكم شويه، والفيديو اللي اكيد غادي يكون فقره اشنو طاري في الرجاء، من اجل مناقشه الاخبار الرجويه الحاليه ونعطيو الراي ديالنا، خصوصا ان في 48 ساعه الاخرى بنوا فيها بزاف ديال الحوايج. فاذا كنتي واجد معايا باش نبداو هذا الفيديو هذا، خلي معاك شي لايك لتحت، دوز معايا حتى شي كومونتير. اما اذا كنتي جديد مرحبا بك وسط العائله ديالنا، وفرنبقى لي غير نقول لك وزير لي ديك الصمته وتيا الله بينا نبداو الفيديو ديال اليوم باول موضوع، اللي هو الموضوع اللي بان ليله الامس واللي كيتعلق بخبر البدوي والسوبر، واللي خرجت اخبار كتقول بان المدرب جوزيف زامباور قرر انه يمنع الثنائي هذا من التدريب وتم الالحاق بهم للامل، وعرضهم حتى على اللجنه التاديبيه. والسبب سيدي قال لك وهو ان هاد الجوج هادو كانوا لاعبين ماتش مع الاصدقاء ديالهم في احدى ملاعب القرب بوزكوره، وهذا الشيء هو اللي ما عجبش المدرب. اولا الخبر لحد الان ما متاكدش واش صحيح او لا ما صحيحش، خصوصا انه من بعد ساعات باش تلاح هذا الخبر هذا ناض البدوي حتى هو ولا اسطوره انستغرام كيقول في حسبنا الله ونعم الوكيل وتحته الخبر المنتشر، وهذا الشيء كيدل على ان اللاعب بالدور ديالو كذب الخبر. فراه الحاجه الوحيده اللي ممكن تبين مدى صحه الخبر من كذبه وهو الماتش ديال نهار السبت ان شاء الله. الا كانوا هاد اللاعبين هادو حاضرين في السكواد ليست راه الخبر كاذب. هنا عاوتاني فين غادي يكون توجه لصاحب الخبر واللي معروف كيلوح الاخبار المغربيه خصوصا ديال البطوله الوطنيه، ما كاينلاش غادي نجبدوا سميتو نعرفوا بانه كيحارب الرجاء. اما الا كان الخبر صحيح وما كانوش اللاعبين نهار الماتش، فرا رد الفعل المدرب تجاه هاد اللاعبين هذا راه كيستحق التصفيق والتشجيع. حيت الا كان هذا الخبر هذا صحيح راه لا يعقل انت لاعب الرجاء وخارج لاعب مع جيرانك ماتش قبل الماتش الرسمي ديالك بثلاث ايام، راه انا وحبس بلا ما ندوي على المستوى ديال هاد اللاعبين هادو اللي اغلب الجماهير كيشوفوهم ضعاف، الوقت اللي ممكن انهم يمشيو يلعبوا في ميني فوت يمشيو يترينيو فيه على راسهم. فخلاصه لهذا الموضوع هذا كامل، واللي كنتمنى ان هذا الخبر هذا صراحه يكون كاذب وما يكون منه والو، خصوصا انه الا كان بصح الراجل نهار الماتش كونتر اسفا غادا تلعب باظهره محدوده بدون بدلاء. ما علينا واللي هو نتسناو الايام المقبله اشنو غادي تقول لنا بخصوص هذا الموضوع هذا. النكست نمشيو للخبر الموالي واللي هو الموضوع ديال ماتش الرجاء كونتر اولمبيك اسفي، واللي رسميا تم تحديد الملعب اللي غادي تلعب في هذا الماتش هذا واللي هو ملعب مراكش، من بعد ما كان ملعب الفوسفات بخريب كان اقرب، ولكن في الاخير السلطات ديال خريب كان مبغاوش، وصراحه القرار ديالهم يحترم، خصوصا ان التيران ديال خريب تبارك الله من بين احسن التيرانات في المغرب، وان شاء الله غادي يكون من بين الملاعب اللي غتحتضن كاس العالم، فرا من حقهم انهم يخافوا عليه. صراحه اللي جيت انا كرجاوي نعطي الراي ديالي في البلان ديال تغيير الملعب من ملعب الفوسفات الى ملعب مراكش الكبير، فرا كيبان لي التغيير هذا غادي يكون في صالح الرجاء، خصوصا ان الرجاء كتاخذ راحتها في التيرانات الكبار عكس التيرانات الصغار. على سبيل المثال داو خريبكا، فرا حاليا كيبان لي ما كاين حتى شي عذر عند الرجاء باش انها ما تجيبش الرباح نهار السبت، حيت قوه الخصم اللي كلنا كنعرفوه كاين في التيران ديالهم، فرا حيدوه لهم وما غاديش يلعبوا فيه. سمعنا عاوتاني الرجاء غتمشي تلعب في مراكش وما يبداو يعطيو عليه دوك الذكريات ديال الموندياليتو. يا سلام. باش نختموا هذا الموضوع هذا حتى هو غادي نقولوا كل التوفيق لفريقنا الغالي ان شاء الله، والرجوع من مراكش ب 3 بوين اللي غتكون ايجابيه في المسار ديال الفريق. موضوع اخر اللي ما غاديش نطولوا فيه اللي هو موضوع الميركاتو، اللي رسميا الرجاء على ابواب باش انها تتعاقد مع مدافع، خصوصا من بعد ما المدرب جوزيف زيمباور طلب من الاداره ديال النادي باش انهم ينتدبوا هذا المركز هذا في الميركاتو الجاي. وحاليا منتشر واحد اللاعب انه قريب غادي يسيري، ولكن الوقت علماتنا اننا حتى نشوفوا رسمي عاد باش نسميوه، بلا ما نساو على ضروره راس حربه اللي غادي يكون من بين الاولويات ديال الفريق في الميركاتو الجاي اللي غادي يبدا في شهر واحد ان شاء الله. فرا غالبا وعلى حساب الرؤيه ديالي فرا المكتب ديال فريق الرجاء الرياضي في الميركاتو الجاي او الميركاتو الشتوي غالبا غادي يدير ما يقارب 3 حتى 4 ديال الانتدابات. الموضوع ما قبل الاخير واللي غادي يتعلق باللاعب موهوب او المهاجم ديالو، اللي كيف ما قلنا انه السيد حيد القبص من رجله، وهذا الشيء هو اللي اكدوا اللاعب من بعد ما له واحد اسطوري كيقوم بالتدريب الفرديه من اجل الحفاظ على اللياقه البدنيه ديالو. وجميع الرجاويين لاحظوا بان اللاعب الصراحه حيد القبص، واغلبهم السؤال اللي ولا عندهم واش غادي يكون في الماتشات الجايين. الجواب على هذا السؤال اللي هو لا، ما غاديش يكون في الماتشات الجايين. اللاعب ماشي غير بمجرد حيد القبص راه غادي يولي واجد، وانما مازال خاص الوقت باش انه يرجع النيفو ديالو ويدخل في التدريب الفرديه والجماعيه، عاد باش من الممكن ان المدرب يعتمد عليه في الماتشات المقبله. واكيد ما نساوش حتى اللاعب الدور ديالو خاصو الالتزام بالبرنامج الطبي ديالو باش ما يكون حتى شي تاخر في الشفاء او لا يكون شي مشكل اخر. فاكيد الحاجه الواحده اللي نختموا بهذا الموضوع هذا واللي بالشفاء العاجل مره اخرى. هذا الموهوب هذا غادي نبقاو نديروه ما حتى غادي يرجع لينا ان شاء الله. وغادي نمشيو مع اخر موضوع عندنا في هذا الفيديو هذا واللي غادي يتعلق بالجماهير والمضايقات اللي كيعانيو منها. ومن بعد ما داكشي اللي شفنا في كره القدم ما كفاهم
عجبهمش هادشي ومشاو حتى للفوتسال، واللي قال لك اسيدي تم توقيف الجمهور رجاوي لجوج ديال الماتشات في الفوتسال بسبب الشهوب الاصطناعيه. مشاو دازوا للكره، قلنا سير كمل ما فيها والو، دازوا للفوتسال حتى هي بحال والو، تنعست فيها تلقى معاقبه جمهور رجاء بسبب اشعال الشهوب الاصطناعيه في الدرب. وبهذا فراه كيبان لنا ان اصحاب القرار مازال معنصين مع الجماهير، وكون اكيد ان هادشي ما غاديش يكون في صالح البطوله المغربيه، واكيد الحريه للجماهير المغربيه. هنا غادي نكون وصلنا، خلينا نقول لكم هادشي اللي كاين كيف العاده. الفيديو خفيف ظريف جينا باش ندويو على اشنو طرا في هاد الساعات الماضيه. درتي لي لايك كومونتير سبسكرايب، راه كنبغي نقول لك شكرا بزاف، وموعدنا غدا ان شاء الله في فقره هاشتاغ قبل الماتش.